اليوم حقيقة نشارك في عملية ديمقراطية تتبناها نقابة الأكاديميين العراقية، والحقيقة هذا اليوم نحن في جامعة ديالى يشارك منتسبون النقابة أعضائها من تدريسية الجامعة في هذه العملية الديمقراطية لاختيار ممثليهم من كليات الجامعة المختلفة لدى نقابة الأكاديميين العراقية. ونحن بدورنا حقيقة جئنا لندلي بصوتنا لمن هو إن شاء الله الأصلح ليكون ممثلا للسادة التدريسية الجامعة. في هذا اليوم المبارك جرت انتخابات نقابة الأكاديميين فرع محافظة ديالى في جامعة ديالى. هذه الانتخابات تمثل عملية ديمقراطية غير خاضعة لأي ضغوطات. هذه الانتخابات هي تمثل مجموعة من النتائج التي تتولد عنها اختيار ممثلين في المؤتمر العام لنقابة الأكاديميين العراقيين. العملية بسلاسة، واللجنة الانتخابية أيضا تمتلك الخبرة والممارسة. لانبعض أعضائها للمرة الثانية يكونون في اللجنة الانتخابية، وهي رسالة واضحة إلى أنه التدريسي سينتخب من يمثله في فرع ديالى، والذي فيما يتم بعد اليوم أن تنتهي الانتخابات مدة الوقت المحدد لها من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. بعدها يتم فرز الأصوات ومن ثم إعلان النتائج، وبعدها سيتم اختيار الهيئة الإدارية لمحافظة ديالى.